السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي بنياتي وخياتي المشتركات ان شاء الله تكونوا بخير. انا في نعمه الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. اللي بديتكم بهذا طبق تليتلي اللي جاني عليه اكثر من طالب، رغم اني حطيته على قناتي عده مرات. راح نعاودو معكم على السريع. هنا في روبو ولا اشوار عندنا حبه بصل، عندنا 4 سنينات ثوم، وعندنا حبه طوماطيش متوسطه. نلحو هاد الطوماطيش وهاد الثوم والبصل ونحطوهم في طنجره. نتوما ملحوهم بالاشوار ولا بالروبو ولا الشي اللي عندكم. نحطوهم في كاسرونه ولا في الكوكوط، نضيفوا عليهم 5 مغارف زيت، ومغرفه طوماطيش مصبره، والملح بيان سور على حسب افراد العائله، والتوابل فلفل حمر فلفل كحل الدرسه، ونديرو زروديه ولا الحميصه، الشيء اللي تحبوه باش تحطوه فوق هذاك التليتلي. وبيان سور اطراف الدجاج، انا سبق حضرته معكم باللحم، ولكن نتوما ديروا واش عندكم. وغير يتقلى معنا اللحم والبصل بيان سور راح نمرقوا بالماء سخون كما عودتكم دائما. كما قلنا هنا تقدروا ديروا اللحم كما تقدروا ديروا الدجاج عادي، راح تعطيكم نفس النتيجه. جبت التليتلي تاعي نيميرو 1، وانتم كاين نيميرو 2 نيميرو 3 كيما تحبوا. انا نفضل نيميرو 1 احسن واحسن. حطيته الفور بلا ما درتلو ولا شيء، مع دهنت الكسكاس بالزيت باش ما يلتصقش معنا. هذا ما كان. نجيبو جفنه ولا صحن كبير ونفرغوا فيه هذاك التليتل اللي كنا فورناه، يكون يفور مليح. نديروه شويه ملح لانه العجائن تاعنا راهم مسوسين. نرشو كما قلنا بشويه الماء، ونعاودوا هذا الكره مرتين. نزيدوا نعاودوا نرجعوا التليتلي تاعنا يفور، غير ينشف نرجعوه يفور ونعاودوا نبخوه بنفس الطريقه، ما عدا ما نديروش الملح، غير الماء فقط. كما قلنا ما نديروا لا زيت لا والو. هذه العمليه نكروها مرتين فقط، يعني نفوروه ونعاودوا نبخوه ونزيدوا نعاود نفور ينشف نعاودوا نفوروه. والمره الثانيه كي يشيح يعني ينشف ندهنوه بالزيت ونحطوه يفور كما راكم تشوفوا. هذه المره الثالثه رايحين نديروا له الزبده. هنا الزبده ولا المارغرين ولا زيت الزيتون ولا كل واحد واش عنده، ولا زبده البقره، المهم ندهنوه باش نحطوه يطيب. هنا كما قلنا المارق راهو طايب، الدجاج ولا اللحم تاعكم راهو طايب. نفرغوه هنا التريتلي تاعنا في الكاسرونه ونخلوه يزيد يتشرب هذيك الصوص. ما نكثروش الصوص هنايا لانه التريتلي تاعنا راهو شارب الماء بزياده، يعني بخيناه يعني رشيناه مرتين راهو واجد. نحطو معاه راس فلفل حار للبنه ونخلوه كما قلنا يطيب. هنا الصوص ما نكثروش، نمرقوه غير قيس التريتلي اللي عندنا. نطفيو عليه ونخلوه يتشرب هذاك الصوص ونقدموه كما راكم تشوفوا. تحبوا تضيفوا معاه البيض بيان سور، ديك الحميصه نجبدوها نحطوها فوق التليتلي تاعنا، والجزر اللي هي الزروديه. وهنا زينوا كما تحبوا، لكم الاختيار. ما تنسونيش بلي ديروا لي كومونتير كما عودتوني دائما، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.